بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما ظنيت أن نهايتها 20 سنة، أنا كنت أظن يوم. كله سبايب شلة دهوروني وصارت ثمن راسي عليه النصايب. خدعة. أنا من الناس اللي كنت أفتكر أن التعاطي حرية شخصية. والبداية قلت له شنو هذا يا نصور؟ قال أنت بتنجح ولا لا؟ ولكن الحبوب ازعجتني، أبغى أنام. يوم يقول لي الباش مهندس ترى يقولون ما يفك الحبوب إلا الخمر، وهو الفضيحة. قال لي يا أخوي ترى ما في حل إلا الحشيش، ترى الحشيش ما في ريحة. وهو الفضيحة. من الدخان إلى الحبوب إلى الخمر إلى الحشيش إلى شرف إلى عرض. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والنهاية كانت من حبة ولا كنت أتصور الحبة كذا. انتبهوا من الدخول. هذه قصتي. ولا ظنيت اني راح انسجن 8 مرات، ولا خش مستشفى العمل 19 مرة، ولا اتشرد في الشوارع، ولا ان يطلقوني زوجتي، ولا ابوي يطردني من البيت. هذه قصتي. والله اني انا ما انسى المنديل هذا، لان هذا المنديل هو اللي غير حياتي. هذه قصتي. والله خلى ولده عندنا وراح جاب 10 ريال. والله يا اخوان خلى ولده عندنا. هذه والله خلى ولده عندنا. قصتي. قال لي شلونك يا عمي؟ قلت له انا بابا. قال لي بابا انت وين؟ هذه قصتي. ولا ينصح الإنسان غير بابا لا تروح عني بعيد بعد. هذه قصتي. فقال مات يوسف، يكرموني يحطوني في برميل الزبالة دم، مفروض يودوني المستشفى، بس هذول يعز الناس عندي، أحسن مكان يودوني هذا. والنتيجة صرت في الشوارع علي سروال طويل وفلينة ووسخ وحافي وأمشي مثل المينون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قصة. طلعت من باب الصالة إلى باب الحوش، يوم شفتني تحت باب الشارع، يوم تطير علي مثل السوبرمان مسكينة، لأنه ما تبغاني يطلع بالشارع معاي المعصية عشان الجيران يشوفوني، وهي جايت لي تركض، يوم آخذها وأدفها كذا يوم تطيح على راسها. والله إنها ما قدرت ترفع راسها، والله إنها ما قدرت ترفع راسها. والعاقبة. والله إني يا جماعة والله إن بعد 100 متر طلعت من البيت، والله إن ما لقيت إلا راسي تحت وريلي فوق، يطقون فيني عالم طق. الله يرميهم مثل ما رموني موت الوهونا شلتي بسبايب ما طعت يوم الطيبين انصحوني ولا ينصح الإنسان غير الحبايب. منو فيكم يحب الحياة هذه؟ منو فيكم يحب الحياة هذه؟ منو فيكم يحب الحياة هذه؟ صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم هذه قصتي يرويها لكم من عايشها وكابد أحداثها، يوسف الصالح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أخوكم يوسف الصالح، أرحب فيكم وأنا سعيد أني أكون معاكم في المخيم، وأشكر القائمين على الدعوة، وأنا سعيد أني أشوف وجوه الطيبة هذه. اليوم أنا موجود هنا جايكم من الشرقية أحمل رسالة أخو إلى أخوانه، فيكم الشاب وفيكم الأب، وراح من يسمع الشريط يمكن تكون أم أخت. رسالة يمكن فيها نوع من الألم، ولكن أنا فضلت أني أنشرها في كل المملكة وخارج المملكة، والحمد لله الله وفقني بأني أنا نشرتها في مدن ومناطق وهجر كثيرة في المملكة، وأنا اليوم عندكم في عنيزة، وهذا الشيء أسعدني كثير أني أنا أكون معاكم في المخيم. رسالتي مكونة من عدة رسائل وأبغاكم تأخذونها بمحمل الجد. بس قبل لا أبدي طرح الرسائل أنا نفسي أني أتفق وياكم اتفاق، والاتفاق هذا يكون عهد ووعد بأن كل ما تسمعونه هني تنشرونه خارج، لأن هذا من صالح المجتمع. ومن العهد
أنا بعرفكم على نفسي، وأنا الحين فخور في نفسي، والحمد لله أن الله من علي في الهداية. أنا أبي أخذ منكم عهد إنكم لا تظنون إن كل واحد يدخل في البلوى اللي دخلت فيها أنا راح يخرج منها مثل يوسف الصالح، لأن أنا الله رحمني وطلعني، ولكن في أشخاص ما زالوا يعانون. وبي منكم عهد، أنا ماني جاي هنا أشهر في معصيتي، ولا جاي هنا أتباهى فيها، أنا جاي هنا أنقل رسالة حقيقية لا قريتها في كتاب ولا سمعت واحد يقولها، أنا قايلها من قلبي إلى قلبكم انتم، وما بي منها إلا الأجر من الله. رسالة إلى كل شاب اقتر في شبابه، اقتر في قوته، اقتر في تفكيره، اقتر في هيئته. ورسالة إلى كل أب نسى إن عنده عيال. أنا اللي قاعد قدامكم قبل 11 سنة بالضبط كنت مسعور، وسبب اللي خلاني صرت مسعور بإني أنا في يوم من الأيام لجهت إلى أشياء كانت تغضب الله، وهذه حقيقة. أنا اللي قدامكم أدمنت المخدرات لمدة 20 سنة، شفت فيها الويل، شفت فيها العيشة الضنكة، والله إن ما كان عندي ليل ولا نهار ولا كنت مرتاح، كان عندي خوف، كان عندي ألم، بحجة إني أنا شباب. راح أقول لكم القصة من البداية، ولكن راح أقول لكم شنو اللي غرني. كثير من الشباب اللي يسوون معاصي هذه الأيام كانوا مثلي، كانوا يقولون إنه والله الحين أنا عمري 18 سنة ولا 19 سنة، لما يصير عمري 21 سنة راح أبطل المعصية. كنا يعتقد إنه راح يعيش ل20 سنة. أنا من الشباب اللي كنت أشوف الأشخاص اللي ينصحوني معقدين، أنا من الشباب اللي كنت أضيع وقتي بالبلوت والسهر، وكانت النتيجة سجون ومستشفيات وتشرد في الشوارع. رسالة إلى كل شاب اللي تزرع الحين تحصدها بعدين، ورسالة إلى كل أب اللي تزرع في عيالك الحين راح تحصدها بعدين. لا تجيني تقول لي ولدي جنني، لأنك أنت اللي زرعت فيها.